فيلمنا بيبدأ مع بيلي اللي بيشتغل محامي وبيكون معروف جدا بين الطبقة العليا، وبيبقى بيلي متجوز من هيدي وعنده بنت اسمها ليندا، وبيكون بيعاني من السمنة المفرطة. علشان كده زوجته دايما بتساعده ان هو يعمل نظام غذائي قاسي وبيمشي عليه عشان يخس، وبيتبع معاه اول باول، لكنه للاسف ما بيخسش غير جرامات بسيطة. وبيسيبهم بيلي وبيروح المحكمة لانه بيبقى عنده قضية مهمة جدا لازم يترافع فيها، وبيقدر ان هو يحرر مافيا ايطالية لواحد اسمه ريتشي وبيخرجه من قضية قتل بكل سهولة. وبعد ما بيخلص المرافعة بيروح بيلي يقابل ريتشي اللي كان عازمه في يخت فخم، وبيشكره على اللي عمله معاه وبيقول له ان هو مديون له. بعد كده بيرجع بيلي للمكتب اللي هو كان شغال فيه، وبيهنوه زمايله ان هو كسب القضيه، وبياخد باقي اليوم اجازه وبيستأذن وبيمشي. وفي طريقه بيقابل دانكن وكاري اصحابه، وبيتكلموا عن الغجر اللي منتشرين في كل المدينه، وبيكونوا عايزين يعملوا كرنفال للغجر. وبيقول لهم كاري ان هو بيكرههم وعايز يقضي عليهم لانهم سبب رئيسي في الجرائم والسرقه، وكمان في انتشار الامراض لان معظمهم عايشين في الشارع ومشردين. لكن ده بيكون عكس رأي بيلي تماما، لانه شايف ان هما بينشروا الدعابه والمتعه في الشوارع. وبيشوف بيلي معاهم راجل عجوز، ولما بيسأل عنه كاري بيقول له ده اسمه ليمبك وده قائد الغجر. وبالليل بيروح بيلي مع زوجته حفله بتكون الشركه بتاعته عاملاها لانهم كسبوا القضيه، وهناك بيلي بياكل حلويات بشراهه، فبتتضايق منه هيدي وبتاخده وبيمشوا من الحفله بدري، وبتكون متعصبه منه جدا بسبب تصرفاته وانه مش راضي يلتزم بنظام غذائي علشان يخس، وبتقول له ان الحياه مش كلها اكل وبس. وفجاه وهو سايق بيخبط واحده من الغجر من غير ما ياخد باله، ولسوء حظه انها بتموت وبتكون بنت ليمبك. وتاني يوم بيشرحوا لبنته ليندا ان هم يروحوا المحكمه علشان يستجوبوهم بس، وان مفيش اي خطر من القضيه لانهم مش غلطانين في اي حاجه. ولما بيروحوا المحكمه بيكون القاضي اللي هيحكم في القضيه هو كاري، وكمان رئيس النيابه هو دانكن، وهما الاتنين صحاب بيلي. وبيستدعي القاضي الشهود وبيكون بينهم دكتور، وبيشهد ان الضحيه كانت بتسرق حاجات من الصيدليه بتاعته، وقبل ما يمسكوها جريت بسرعه للشارع وخبطتها العربيه. اما دانكن بيقول للمحكمه ان بيلي كان سايق عربيته بالسرعه العاديه وانه ما خالفش القانون في اي حاجه، وبيقول لهم كمان ان هو عمل له تحليل خمور وما كانش تحت اي تاثير مخدرات. بس الكلام ده كله ما بيكونش حقيقي، ولكن في الاخر بتقرر المحكمه ان هي تبرئه من القتل. وبيخرج بيلي من المحكمه مع هيدي، وبيقابل ليمبك زعيم الغجر اللي بيعمل حركات غريبه وبيلمس وشه، وبعدها بيمشي وهو بيبص له بغضب. وبعد اسبوع بيوزن بيلي نفسه كالعاده، ولكن الغريب انه بيلاقي نفسه نزل كتير قوي من الوزن، فبيفرح جدا وما بيكونش مصدق ده حصل ازاي، وخصوصا كمان ان موقفش اكل طول الفتره دي وما كانش بيعمل دايت. وبيقرر ان هو هياكل كل اللي نفسه فيه، وبيقنع هيدي ان هو ليه طريقه معينه هتخليه يخس من غير ما يبطل اكل. بعدها بيخرج بيلي مع صديقه كاري ودكتور هيلف، وبيكونوا بيلعبوا جولف. بس بعد ما بيخلصوا بيخشوا لغرفه تغيير الملابس. بيسأل كاري دكتور مايك عن علامة غريبة ظهرت في صدره، فبيقول له الدكتور انها ممكن تكون صدفية ورجعت له تاني. لكن كاري بيحكي لبيلي ان بعد ما خلصت المحاكمة بتاعته في المحكمة راحوا يتغدوا في مطعم، لكنه قابل راجل عجوز من الغجر ولمس صدره، ومن ساعتها وظهرت له العلامة دي. وبيقول له انه خايف تكون عدوى جلدية، وبيكون ناوي يقضي على الغجر كلهم ويطردهم من المدينة. فبيفتكر بيلي لما الراجل العجوز لمس وشه، وبيبدأ يتوتر ويخاف جدا. ولما بيوزن نفسه بيلاقي ان هو خس تاني وبيزيد قلقه وتوتره جدا. ولما بتلاحظ هيدي بتكون هي كمان خايفة عليه، وبتحذره من نزول وزنه المفاجئ ده، وبتقوله انها ممكن تكون علامة اصابته بالسرطان، وبتنصحه ان هو يروح للدكتور ويعمل تحاليل. وبيتضايق بيلي منها لانها بتكون دايما مش راضية بشكله سواء خس او تخي. بس في الاخر بيقرر ان هو يروح للدكتور مايك اللي بيعمل له التحاليل، وبيلاقيها كلها سلبية وما عندوش اي حاجة. فبيطمن بيلي وبيقرر ان هو يروح يفصل بدل جديدة عند الترزي بتاعه، اللي لما بيشوفه بيتصدم جدا من نزول وزنه، ومقاساته صغرت جدا عن قبل كده. وبيبدأ بيلي يتعامل بشكل طبيعي جدا في حياته، وبياكل اكتر واكتر علشان يشوف هيتخن ولا لا. وبتستغرب بنته من طريقة اكله لانه بيكون بياكل بكميات كبيرة وبشراهة، وهي عمرها ما شافته بياكل بالطريقة دي قبل كده. فبتتضايق وبتسيبه، وبتتعصب عليه هيدي بسبب اللي بيعمله، وبتقوله ان هو اتغير جدا في الفترة الاخيرة وبيعمل تصرفات عمره ما عملها قبل كده. وفي الوقت ده بيروح بيلي قبل الدكتور مايك وبيسأله لو في اي تطورات في حالته، وبيقول له مايك ان باقي التحاليل والفحوصات نتائجها كلها طلعت طبيعية. وبيديله كارت الدكتور في عيادة تانية، وبينصحه ان هو يروح له علشان يطمن ان هو ما بيعانيش من اي امراض مختلفة، وكمان علشان مراته وبنته يكونوا مطمنين، وده لانهم قلقانين عليه جدا. وبالصدفة بيشوف بيلي زوجة كاري صاحبه قاعدة بتتعشى لوحدها في المكان. ولما بيسأل بيلي دكتور مايك عنه بيقول له ان كاري سافر بره علشان يزور اخته لانها عملت حادثة. فيقول له بيلي ان هو متأكد ان كاري ما عندوش اخوات، فبيقلق عليه اكتر واكتر، وبيقرر ان هو يروح بيته بالليل وبيسأل زوجته عنه. بس بتمنعه زوجته من الدخول وبتكذب عليه، وبتقول
وبتقوله ان هو راح يزور قرايبه، لكنه ما بيصدقهاش وبيسالها هل كاري فقد وزنه في الفتره الاخيره زي ما حصل معاه ولا لا. فبتساله لو هو كمان قابل الراجل العجوز زعيم الغجر، وبتخاف وبتقوله ان هو اكيد كمان اتصاب باللعنه زي زوجها. وبتحكي له عن اللي حصل يومها لما ليمبك لمس صدر جوزها وهمس له في ودنه وقال له في ودنه كلمه سحليه. ومن بعدها كاري تعب وتحول لنص انسان ونص سحليه، وقرر ان هو يبعد علشان محدش يشوفه. وبتفقد اعصابها وبتقول لبيلي ان هو السبب في كل اللي حصل له، لان هو اللي قتل بنت الغجري بالعربيه وجوزها ملوش ذنب. لكن بيلي ما بيكونش مصدق ان في حاجه اسمها لعنه الغجر وما بيقتنعش بكلامها، وبيقرر ان هو يتصل بريتشي وبيساله لو في اي لعنه للغجر. فبيقول له ان هو يسال امه عن الموضوع ده، ولما بيسال امه بتقول له ان محدش هيقدر يخلصه من اللعنه دي غير اللي عملها له. فبيتوتر بيلي وبيرتبك وبيقرر ان هو يقول لزوجته على كل حاجه، وبيقول لها على اللي حصل للقاضي كاري لانه ساعده، وبيقول لها ان سبب فقدانه للوزن بالطريقه المفاجئه دي هي اللعنه اللي لعنها له الراجل الغجري بعد الحادثه. لكنها ما بتصدقش ولا بتقتنع، وبتقول له ان كل اللي بيقوله ده خرافات، وبتقنعه ان هو لازم يروح للمستشفى علشان يطمن على نفسه، وبتوصله على هناك. وفي الوقت ده بيفتكر بيلي صاحبهم التالت دانكن واللي مختفي من وقتها ومحدش يعرف عنه اي حاجه، وبيقرر ان هو يسيب المستشفى ويروح يسال عنه، بس بيعرف ان هو مريض وما بيخرجش من البيت. وبيخبط عليه وبيتكلم معاه وبيترجاه ان هو يفتح له علشان يطمن عليه. وفي الاخر دانكن بيفتح له بيلاقيه بيلي مصاب بحساسيه شديده وشكله متغير، وبيقول له دانكن ان هي مساله وقت واللعنه دي هتصيبه وهيموت، ومعاه هو ماشيه بطيئه. فبيعتذر له بيلي لانه ملوش ذنب في كل ده. فبيقول له دانكن ان هو كذب في المحكمه علشان يبرئه، وقال ان هو عمل له تحليل خمور وما كانش فيه حاجه، وبالرغم من انه ما عملش تحليل اصلا. ده غير ان هو طرد الغجر من اماكنهم عشان كده اللعنه صابته. وبيديله مسدس علشان يقتل بيه ليمبك، وبيقول له ان اللعنه مش هتروح غير بكده. لكن بيلي بيرفض ياخد منه المسدس وبيخاف يقتله وبيسيبه وبيخرج. وفي اللحظه دي بيسمع صوت طلق ناري وبيعرف ان دانكن انتحر. ولما بيرجع بيته مره تانية بيشوف دكتور مايك خارج، وساعتها بيشك ان في علاقه غراميه بينه وبين هيدي مراته. ولما بيدخل بيحكي لها عن اللي حصل مع صاحبه دانكن وانه انتحر، فبتقول له ان مفيش حاجه اسمها لعنه من الغجر. فبيتعصب عليها وبيرمي الاكل اللي في ايده، وبيبقى خس جدا لدرجه ان اللي بيشوفه بيفتكر ان هو بيعاني من مرض، علشان كده فقد وزنه، وبيكون متاكد ان مفيش اي تفسير تاني للي حصل له. تاني يوم بيشوف الدكتور مايك وبيقنعه ان هو يرجع للمستشفى ويتعالج، وبيقول له ان دانكن حصل له كده لانه اصلا مريض بسرطان الجلد. لكن بيلي بيصمم على اللي في دماغه وبيقرر ان هو يلحق نفسه، وبيسيب البيت وبيروح يدور على ليمبيك زعيم الغجر. وفي الوقت ده بيعرف ان صاحبه كاري مات في حادثه عربيه. ولما بيوصل لليمبيك بيترجى ان هو يشيل اللعنه منه، وبيعتذر له عن قتل بنته، وبيقول له ان هو ما كانش يقصد يقتلها لانه ما شافهاش. ولما ليمبيك بيتجاهله بيطلب منه يمشي علشان ما يزودش عليه اللعنه، بيتعصب بيلي وبيهدد الغجر كلهم ان هو يقتلهم ويندمهم على اللي عملوه معاه. فبتتعصب عليه حفيده ليندك لانه قتل مامتها، وبتقرر ان هي ترمي عليه طوبه فايده بتتصاب وبتصيبه وايده بتنزف جامد. وبيقرر بيلي ان هو يرجع للمكان اللي هو قاعد فيه، وما بيكونش قدامه غير انه يلجأ لريتش علشان يساعده. وبيتصل بيه وبيقول له ان هو محتاج دكتور ضروري، وفعلا بيبعت له ريتش دكتور فورا وبيساعده وبيكتب له على ادويه. ولما بيشوف حالته بيستغرب جدا، وبيقول له ان هو صحته في النازل، ولو ماشي على نظام غذائي علشان يفقد وزنه لازم يبطله تماما، وده لانه خطر على حياته وممكن يخلص على نفسه. فبيبص له بيلي باستنكار لانه مش فاهم اصلا اللي بيحصل له. وتاني يوم بيروح له ريتش بنفسه، فبيحكي له بيلي عن كل اللي حصل له من الغجر، فبيوعده ان هو هيساعده. وبيجيب واحد من رجالته وبيديله فلوس علشان يراقب الغجر ويعرف اماكنهم بالظبط. لكن الغجر بيلاحظوا وجوده وبيقتلوه. ولما بيعرف ريتش بيتضايق جدا ورغبته في الانتقام منهم بتزيد، وده لانهم قتلوا واحد من رجالته، وده معناه ان هم استهزأوا بيه. وبيقرر ان هو ياخد رجالته ويهجم على الكرنفال بتاع الغجر، وبيضرب عليهم نار وبيولع في الكرنفال كله. وبيتقتل واحد من الغجر، وبيبعت لهم ورقه كتهديد علشان يشيلوا اللعنه من على بيلي. فبيعرفوا ان بيلي اللي عمل فيهم كل ده. وفي الوقت ده بتروح الشرطه للمكان، فبيستغل ريتش الفرصه وبيتنكر في هيئه ضابط، وبيروح يتكلم مع حفيده ليندي وبيطلب منها ان هي تروح معاه علشان تتعرف على المجرم اللي هجم عليهم امبارح. ولما بتروح معاه بيهددها وبيحبسها وبيكون عايز يقتلها، لكن بيلي بيجي وبيمنعه وبيقول له ان هم مش عايزين يقتلوا حد، وهدفهم ان هم يفكوا اللعنه بتاعته بس. فبيقتنع ريتش بكلامه وبيسيبها، وبيطلب منها ان هي تبلغ ليمبيك ان هو يجي يقابله، وده لو عايزه تحافظ على حياتها وما تموتش. وبياخد ريتش بيلي وبيوصله لهناك، وبيروح يقابل ليمبيك اللي بيقول له ان هو هيساعده بس علشان ما يقتلش حد تاني من عيلته. وبيديله فطيره وبينزل فيها نقطتين دم من ايده، وبيقول له ان الفطيره دي هي اللي هتعالجه، لكن بشرط واحد، ان اي حد ياكل منها، وساعتها اللعنه هتتنقل منه للشخص اللي اكل منها. بيقول له ان اللي هياكل منها هيموت بابشع الطرق، وفي المقابل ان هو صحته هترجع له ووزنه هيزيد تاني بشكل ملحوظ.
فبيفكر بيلي في مراته علشان ينتقم منها، وبيتصل ببنته وبيطلب منها ان هي تسيب البيت علشان هو راجع وعايز يتكلم مع مامتها على انفراد. وتاني يوم بيرجع بيلي البيت وبيصالح هيدي وبيقول لها وان هو جايب لها فطيرة الفراولة اللي بتحبها علشان تتعشى بيها، وبيسيبها وبيطلع ينام. ولما بيصحى الصبح بيلاقيها ماتت، فبيفرح جدا وبيفكر ان هو خلاص انتقم من خيانتها. بس لما بينزل بيكتشف ان بنته جت واكلت من الفطيرة، فبيتصدم جدا لانها كده هتموت هي كمان. فبيقرر ان هو هياكل من الفطيرة ويتخلص هو كمان من حياته. وفجأة الباب بيخبط وبيكون الدكتور مايك، فبيقرر بيلي ان هو يعزمه على الفطيرة علشان ياخد جزاؤه هو كمان من خيانة. وبكده يكون خلص فيلمنا. يا ريت لو انت مش مشترك في القناة تشترك وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. انا باسل عمر، سلام.